تركيب الأسنان أو زراعة الأسنان دي من طرق علاج مشكلة فقد الأسنان، لأنه لو أنت فقدت أسنانك لسبب ما فأنت بتحتاج تعوضها يا إما بتركيبة ثابتة أو زراعة. طيب ناس هتسأل يا دكتور إيه أفضل حل لتعويض الأسنان المفقودة؟ الزراعة ولا التركيبات الثابتة؟ طيب لو أنا هعمل زراعة إيه هي مميزات الزراعة وعيوبها؟ وتكلفتها بتكون قد إيه؟ ولو أنا هعمل برضو تركيبة ثابتة إيه مميزات وعيوب التركيبة الثابتة؟ وهل فعلا التركيبة الثابتة دي بتجمع أكل وبتعمل ريحة وحشة وبحتاج فيها ان انا ابرد اسناني، وعلى عكس الزراعه ان انا مش بحتاج فيها ان انا ابرد اسناني؟ طب وليه انا ما ابردش اسناني في الزراعه؟ عشان كده في فيديو النهارده انا هجاوبك على كل الاسئله دي عن طريق ان انا هعمل مقارنه بسيطه كده ما بين التركيبه الثابته وما بين الزراعه. انا دكتور مصطفى هيكل برحب بكم في فيديو جديد، يلا بينا. اول حاجه هنتكلم عنها هي التركيبه الثابته. هي التركيبه الثابته دي عباره عن ايه؟ التركيبه الثابته دي عباره عن كوبري او بريدج بيبقى بالمنظر ده كده، بيبقى فيه سنه مفقوده او ضرس مفقود، فبنضطر ان احنا نعوضه عن طريق ان احنا بنبرد الضرس اللي قبل السنه المفقوده والضرس اللي بعد الضرس المفقود برده، وبعد كده نبتدي نحط عليهم طرابيش هما الاثنين، والمكان الفاضي اللي في النص ده برده بنحط فيه طربوش ويكونوا الثلاثه لازقين في بعض بالمنظر ده كده. طيب ايه بقى هي مميزات التركيبات الثابته دي؟ التركيبات الثابته دي ليها ميزه مهمه جدا، وهي انها بتعوض الضرس او السنه المفقوده، خصوصا لما بتكون اماميه ومؤثره على شكلك. فانت لما بتعوضها بالتركيبه الثابته دي شكلك بيتحسن جدا وبيكون شكلك جميل جدا لانه اسنانك كلها كامله. تاني ميزه معانا برضو من مميزات التركيبه الثابته هو لما بيكون في ضرس مفقود خصوصا من الاسنان اللي ورا، فانت بتتجنب ان انت تاكل على الجنب اللي ما فيهوش ضرس ده اصلا، فبالتالي انت بتستخدم الجنب التاني اكتر، وده بيأثر على الفك كله، فتيجي بعد فتره تلاقي الم في الفك. طيب احنا بنعالج بقى المشكله دي عن طريق ان احنا بنعمل تركيبه برضو مهمه جدا، التركيبه الثابته في الوقت ده عشان تعوض الضرس المفقود ده وتعرف تاكل على الناحيه اللي فيها الضرس مفقود. ثالث ميزه برضو معانا وهي ان انت لما بتعوض الضرس المفقود دون عن طريق ان انت بتعمل كوبري، فده مهم جدا عشان الاسنان السليمه نفسها ما تميلش على بعضها وبتبتدي يحصل تراجع في اللثه او تراجع في العظم، ولما الاسنان هتميل على بعضها هتلاقيها بتقع لوحدها. طيب انا قلت قبل شويه ان احنا بنعمل التركيبه الثابته دي احنا بنبرد الاسنان، الضرس اللي قبل المكان المفقود والضرس اللي بعده، ودي طبعا اكتر عيب موجود في التركيبات الثابته هو ان احنا بنبرد الاسنان دي. وليه اصلا ان انا ابردها ما دام هي سليمه؟ لانه لما بتتبرد بتضعف. بس الفكره كلها ان هنا في ميزه كبيره قوي، وهي ان انا بحاول اعوض الضرس المفقود ده احسن ما يحصل المشكله اللي فاتت اللي هي ان الاسنان تميل على بعضها ويحصل تراجع في العظم. وكانت التركيبات الثابته دي زمان هي الحل الوحيد لعلاج الضروس او الاسنان المفقوده، ما كانش لسه ظهر تقنيه الزراعه، فدلوقتي بقت موجود تقنيه الزراعه اللي ما كانتش موجوده زمان. طيب في عيب كمان مهم جدا للتركيبات الثابته، وهي ان هي بتجمع اكل وبتعمل رائحه فم كريهه. طيب ايه سبب الموضوع ده؟ له سببين. السبب الاولاني وهو اهمال العيان نفسه، وان هو ما بيغسلش اسنانه وما بينظفش حوالين التركيبه سواء بالفرشه او بخيط الاسنان، وبالتالي الاكل بيتجمع حوالين التركيبه دي وبيعمل رائحه فم كريهه. وتاني سبب برضه هو انه التركيبه نفسها ما بتكونش مظبوطه، فهي غصب عنك بتجمع اكل. في كمان برضو عيب من عيوب التركيبه الثابته، بس ده بيحصل على المدى البعيد شويه، وهو القصه دي بتحصل بعد 20 سنه او 25 سنه من تركيب التركيبه الثابته دي، وهي انه العظم اللي تحت التركيبه ده بيبتدي يتراجع، واللثه بتبتدي تتراجع، والضروس اللي هي شايله التركيبه نفسها اللي احنا بردناها دي بتضعف، وبنضطر ان احنا نخلعها، وساعتها بنبتدي نبرد الاسنان اللي بعدها عشان نزود كمان عدد التركيبه، عشان الاسنان اللي احنا كنا ساندين عليها التركيبه زمان برضو حصل فيها تراجع في اللثه وتراجع في العظم. طيب هو ليه بقى؟ طب ما كده كده يا دكتور برضو حصلت نفس المشكله اهي، بس الفكره كلها ان المشكله دي حصلت على المدى البعيد، يعني بعد 20 او 25 سنه، بس لو انت سبت المكان الفاضي ده ممكن خلال سنتين ثلاثه بالكتير قوي يحصل تراجع في اللثه وتراجع في العظم والاسنان تقع. طيب بعد كده بقى ظهر تقنيه الزراعه بتاعه الاسنان، ودي من الحاجات الجميله جدا جدا اللي عملت طفره كبيره جدا في طب الاسنان وفي علاج مشكله فقد الاسنان. ففي الحقيقه زراعه الاسنان دي من الطرق الجميله جدا في تعويض الاسنان المفقوده، بس مشكلتها حاجه واحده، ان هي بتكون تكلفتها عاليه مقارنه بالتركيبه الثابته، لان الزراعه ليها مميزات كتيره قوي قوي عن التركيبه الثابته. طب ايه اكتر اهم ميزه موجوده في الزراعه؟ اهم ميزه موجوده في الزراعه وهي انه انا ما بحتاجش ان انا ابرد الاسنان اللي حوالين المكان المفقود
عشان ابتدي اعمل تركيبه، لا، كل اللي انا بعمله ان انا بفتح بس اللثه واشيل جزء من العظم وابتدي اربط مسمار زي كده بالظبط، وبعد كده اعمل فوقيه طربوش وخلص الكلام. لا بضر اسنان ثابته ولا بضر اسنان سليمه ولا بعمل اي مشكله خالص. كل اللي انا بعمله ان انا بفتح فتحه في العظم وابتدي اربط مسمار بالمنظر ده. وفي ميزه كمان مهمه جدا جدا في الزراعه، وهي ان انا لما بحط الزرعه في العظم اللي فيه المكان المفقود ده، فالعظم ده انا بستخدمه عن طريق ان انا لما بمضغ بضغط على العظم اللي حوالين التركيبه دي، وبالتالي العظم ده شغال معايا ودايما في حاله نشاط. على عكس التركيبه الثابته. ليه حصل بعد 25 سنه حصل مشكله تراجع العظم ده؟ عشان الجزء اللي تحت التركيبه ده انا ما بقربش منه خالص، العظم ده انا ما بستخدموش خالص ولا بضغط عليه ولا بضغط على اللثه، عشان كده الجزء اللي انا ما بستخدموش ده بيضمر ويبتدي يحصل له تراجع. كمان في ميزه مهمه جدا في الزراعه، وهي ان هي مش بتسبب رائحه فم كريهه، لان الاكل مش بيتجمع حواليها، وخصوصا كمان لو انت بتنظف ومهتم باسنانك مش هيحصل اي مشاكل خالص. فانت بقى لو انت عندك ضرس مفقود ومحتاج تعوضه، فانت لازم تفكر كويس قوي قبل ما تعمل تركيبه ثابته، وتفكر في موضوع الزراعه دون، خصوصا انه مميزاته كتيره جدا وعيوبه اقل بكتير من التركيبه الثابته. اتمنى يكون الموضوع عجبكم واستفدتم منه، اتمنى لكم صحه كويسه. سلام.